عليها لأنكر أن يكون أمثالنا من أمته أو من يستحقون شفاعته، والأمر يومئذ لله. كلام خطير وتحذير من هذا الشيخ الجليل لمن ينادون بهذه المناداة ليتبعهم بعض الجهلة والسفهاء. وختاما يقول رحمه الله: أما السعي وراء صرف وجوه الناس إلى الأموات للذبح لهم والنذر لقبورهم والاستغاثة بهم فمما لا يخفى خطره على من عرف الحكمة من إرسال الرسل إلى الخلائق جمعاء. أما العلامة الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي رحمه الله بعد أن عرض كلاما للإمام الشوكاني اليمني سنة 1250 هجري يذكر فيه البناء على القباب والقبور وتدصيصها والغلو فيها وفي أصحابها إلى أن عبدت من دون الله، فيقول رحمه الله: وشاهدت بنفسي في العراق ما قاله الشوكاني من اعتقاد الجهلة بأهل القبور من جلب المنافع ودفع الضرر وشد الرحال إليها واستغاثتهم بها لقضاء الحوائج وتفريج الكرب. وأهل العمائم، يقول الجناعي رحمه الله: وأهل العمائم ينظرون إليهم ولا يفهمونهم عن هذه المناكر التي يأباها دين التوحيد. والسبب يقول في ذلك أنهم لو قالوا لهم أن النفع والضر بيد الله وليس لصاحب القبر ليس لصاحب القبر حل ولا عقل، أدرك السواد الأعظم الزيارات لهؤلاء الرمم، لترك السواد الأعظم الزيارات لهؤلاء الرمم وانقطع عن أهل العمائم ما يدر عليهم الزوار من الدنانير. فإنا لله وإنا إليه راجعون على هذه المصائب التي بلي بها المسلمون وكلها من علماء السوء، إلى آخر ما يقول رحمه الله. أما الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السند رحمه الله سنة 1977، وهذا جزء من كلامه، يقول: فلما استقر الإسلام وتمكن التوحيد في نفوسهم وأمن عليهم بزيارتهم للرجال خاصة، هذه في النهي عن المقابر في أول الإسلام. يقول رحمه الله: بعد أن استطرد في الزيارات للقبور والنهي عنها في بداية الإسلام ثم إباحتها بعد ذلك، يقول: والزيارة البدعية المحرمة هي أن يكون مقصود الزائر طلب حوائجه من الميت أو يقصد الصلاة أو الدعاء عند قبره أو يقصد التمسح بها على القبور من حجر أو خشب أو نحوه. كذلك وجه العلامة الفقيه محمد بن سليمان الجراح سنة 1417 هجريا سؤالا أثير في وقته عن الخضر المزعوم قبره بأنه في جزيرة فيلكا، فأجاب رحمه الله بقوله: تعظيم تلك المزارات بما ذكر في السؤال والاستغاثة بها والابتهال محض العبث والسفه، مع كونه عين ما نهى الله عنه بالآيات البينات وما ذكره وما قبحه ذلك في جميع الرسالات، إلى آخر ما يقول رحمه الله. الشاهد أن هذه أقوال علماء أهل الكويت الذي افترى عليهم بعض الأشخاص وقال أنه لا يوجد عند أهل الكويت
مثل هذه المناهج، بل نحن نطالب من اليوم، نطالب وزيرة التربية أن تضع أقوال علماء أهل الكويت من هؤلاء الذين ذكرنا، من عبد الجليل الطبطبائي وعبد العزيز الرشيد ويوسف الجناعي والجراح، هؤلاء علماء الكويت نطالب وزيرة التربية بوضعها في مناهج التربية الإسلامية. ومن يزعم أن هؤلاء ليسوا بعلماء للكويت فليقول ليسوا بعلماء للكويت، لكن نحن نطالب أن يعود الأمر إلى العلماء، وهؤلاء هم علماء الكويت الذي يجب أن يؤخذ بأقوالهم، لا أقوال بعض السفهاء من النواب الذين خلطوا الحق بالباطل وأخذوا يخلطون الأمور ويجهلون بل ويتهمون من يضع هذه المناهج بالتكفير وغيره. الأمر في تعديل المناهج، أنا متأكد أن وزيرة التربية ورئيس مجلس الوزراء وغيره ممن تحدث مطالبا بهذا التعديل، أنا متأكد أنهم لا يدركون خطورة ما يسعون إليه، فإن الأمر لا يستهان به، ونحن نحذر وزيرة التربية، وأن الأمر لن يقف عندها إذا كانت هناك أوامر بهذا التعديل. ونحن نطالب رفع الأيدي عن هذه المناهج وعدم العبث بها، وعدم جعل المناهج محل للترضيات السياسية. فموضوع الوكيل الذي أتي به من تخصص آخر، من تخصص المصارف، إلى أن يوضع على هرم المناهج، هذه كارثة لن تغفر لوزيرة التربية إلا بتعديلها، ولا يمكن الرضا ولا يمكن السكوت بهذا العبث الذي نتيجته معروفة بأنها سوف تنتهي بتعديل هذه المناهج. لذلك لا أريد أن أطيل، ولعلي أطلت فأعتذر عن الإطالة، والكلام يستحق أكثر، لكننا لم نعمل كما قال الشاعر: ما كنت آمل أن يمتد بي زمني حتى أرى جولة الجهال والسفل. ورحم الله الإمام عبد الله بن المبارك إذ يقول: إن امرؤ ليس في ديني لطاعنه لين، ولست على الإسلام طعانا، فلا أسب أبا بكر ولا عمر، ولا أسب معاذ الله عثمانا، ولا أقول علي في السحاب إذن قد قلت والله زورا ثم بهتانا. أشكركم أيها الإخوة على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.